يلا حيه. يا هلا والله ابو رايد. مرحبا ومسهلا. يا هلا وسهلا. اليوم عندنا ان شاء الله لقاء في اذاعه جده ان كان الله كتب الساعه 9:30. يا سلام. تكون على الهواء مباشره على الموعد. مع المذيع ماجد الثبيتي. والله ونعم مليون. خليك جاهز. شغالين. الله يوفقك. الله عليك. اللهم امين وياك يا حبيبي. والله ابو رايد. الو. السلام عليكم. كلم توفيق اذاعه جده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. يا صباح النور، حياك الله. الله يسلمك استاذ توفيق. الله يحييك، وصلت. الله يسلمك، خليك معنا على الخط. طيب مرحبا ومسهلا، حياك الله. الله يسلمك. يا هلا يا هلا. يبدأ صح. ها؟ خليك على الخط عشان البرنامج يبدا صح معك. طيب زين. الله يحييكم. يا مرحبا. دقيقتين تطلع على الهواء ان شاء الله. طيب ابشر، جاهزين؟ لا بس الجميل يعني ترى على فكره يعني قبل اللقاء في زباين جايين للدباب اللي عندك على فكره. دباب العالمية حاليا عليه سوم مليون، بس باقي عاد ادفع وشوف عاد نشوف. يعني الله يسعدك. حتى في ناس يقولوا طيب بتستضيفوا مع الدباب حقه ولا لا؟ الله كان ودنا صراحه. الله يحييكم، والله ودنا انكم تشرفونا في قريتنا الجميله ومن استديونا المتواضع البسيط. الله يعطيك العافيه. شكلنا شيل الدباب نحطه في بيت الشعر جوا. الدباب هذا له شأن عظيم. وانا ودي اسالك عن سر شنطه العده اللي امام الكادر. شنطة العدة هذه احنا يعني نحب الميكانيكا ونحب الشغل في السيارات، عرفت كيف؟ يعني انت عندك حب الزيوت. عندنا شغف في حب الميكانيكا وزي كذا، فيوم اني فكرت قلت ما يمنع انها تكون اضافة ديكور جميل يعني. اي والله. يا سلام. طيب انا ودي يعني هذا يقدم، يعني انت ذكرت امثال شعبيه وطريقه البرنامج التقليدي، البرنامج الصباحي. انا ودي اسالك عن طريقه الطرح بين الفكاهه والجديه، يعني ما شاء الله شفت في اكثر من مقطع انت بتحاول تمزج بين الاثنين. صحيح. لازم يعني تكون المعلومه كيف توصلها، لازم تكون ممجوزه بشويه من الفكاهه وقليل من الجديه، يعني ما يمنع ان المقطع يكون فكاهي، لكن اذا صار فكاهي بحت مره صار ماسخ بالحيل. لازم انك على قولهم شويه جديه مع شويه فكاهه بطريقه افضل، توصل المعلومه للمشاهد افضل. يعني الاصل كانت بدايه الفكره امثال شعبيه. حكم وامثال، حكم وامثال صباحيه. بعدين طعمتها بالقالب الكوميدي. اي نعم. هذا هو. حطينا اضفنا على الاستديو هذا الديكورات البسيطه هذه، فاصبح الحمد لله جميل جدا. يا رب لك الحمد. اللي لقبت فيها ايضا او تطلق على نفسك رحاله مكه. انا ودي اسالك سبب هذا اللقب، كيف جاك؟ اي نعم. لقب رحال مكة هذا أنا يمكن لي فترة ولحد الآن، يعني أنا أتجول أكشت أروح في المناطق المملكة على السيارة حقتي، ودايم رحلاتي واجد يعني، عرفت كيف؟ الاستديو معك ولا لا؟ لا بدون الاستديو، عندي سيارة ثانية هايلوكس 78. ما شاء الله تبارك الله. اي والله. شفت له مقطع. اي نعم. تجولنا فيها داخل المملكة ورحت بها الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله يا رب لك الحمد، يعني لنا صولات وجولات كثير في الرحلات هذه. واطلق علي الاسم هذا اخوي سعد، اخوي الكبير، اخوي سعد. اوجه له رساله من هذا المنبر. اخوي الكبير صراحه هو اللي يعني يحفزنا دايم، وهو اللي الله يجزاه خير، يعني ما نستغني عن دعمه المعنوي. الله يخليكم لبعض واكيد. فبعدين يعني فبعدين يعني حبيت اني استغلها في البرامج هذه زي كذا. طيب ودنا نستغل وجودك، ودنا تقلد لنا شيء. طيب. يعني انا شفت لك اكثر من مقطع برضه كذا بتقلد، سمعنا كذا شيء على الهواء. كنتم معنا في هذا الصباح الجميل عبر إذاعة جدة في برنامج ابدأ صح. يا سلام يا سلام مع المذيع المتألق والجميل ماجد الثبيتي. تسلم يا حبيبي، معك زود. الله يسعدك ان شاء الله ويعطيك العافيه. لا في مقطع. والله يعني انا اهني نفسي انك انت شوف انت ترى الكلام اللي قلته هو لا ترى عشانك اخوي وعشانك جنبي. ايوه. فهذه طال عمرك انا الداعم لك. انت الداعم لي والله، ما انت داعمتني. انت داعمتني، انت دفنتني. ما هو داعم لي، انت دفنتني. انت في التكريكات
انا يوم اني فكيت منك وجيتني اياها للركنيه هذه عند قرنبي وحديدي عن ازاله علومي. اما هناك عندك مدفون. طيب كريكين حصتين، بلوكتين كريكين حصتين. بس شوف ما علي من الكلام هذا كله. من ذا الحين هذا نحط خط، هذا خطك هناك وهذا حقنا هنا اياه. بس فوق هذا كله انا مبسوط. حتى انا والله انا مبسوط طال عمرك انك متحدث لبق جدا، تجيد الحوار اكيد عن بعد. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. هذا كله بو تعلمناه هذا منك انت يعني يا ربي. بس عجبتني طال عمرك الحكمه اللي تقول اخطط للبعيد. نعم. الفكره تيجي في راسي وانفذها على ارض الواقع، اطشها في التراب. هذه حكمتك انت مره. نعم حنا والله يوم قال لي قال محضر شيء رمضان وزي كذا، قلت شوف انا حاليا انا ما عندي شيء، لكن يمكن اليوم تجيني شيء واسويه بكره. يا سلام ما في بكره، في نفس اللحظه. أنا الفكره لا تقعد في راسك تزعجك، طشها في التراب. انا حاجات اللي انا حماد وحميد ياكلوني هنيه بعدين انفذها على طول على ارض الواقع. بعدين بس بقول لك حاجه. تسلم. يعني انت فاضي انك تخلي فكره تقعد تطبخ لها يوم في راسك؟ كيف ارقد؟ عندك ما يشغل؟ نفذ وشوف اللي بعده. امور ثانيه. نعم ما احنا فاضيين. هذا الكلام لا درك. الحقيقه انا صراحه اهني نفسي. انا والله اهني نفسي حتى انا اني اخوك، حتى انا اهني نفسي اني اخوك. نعم. طيب حاول انك تحافظ عليه. الحين نكمل. بنكمل الحين بسم الله. وعندنا مسمار هذا مزرقن بنكمل. ها شد يلا خلص اللقاء وغلقنا خلاص. نعود على شغلنا ما عاد لقاء ودنيا وش بتسوي.